الهزة الأرضية التي تسببت في تشققات في العديد من المباني الأخرى. يعني تعتبر مدينة مراكش من بين أكثر المدن المغربية التي تضررت من هذه الهزة الأرضية، بالفعل أنها قريبة من بؤرة هذا الزلزال، قريبة من جماعة إيغيل، حيث تقع بؤرة هذه الهزة الأرضية التي كما ذكرنا بلغت قوتها 7 درجات. إلى حدود هذه الساعة مشاهدينا لا حديث عن الخسائر البشرية، لكن من المؤكد أن الخسائر المادية ستكون كبيرة لهذه الهزة الأرضية. كما نتابع العديد من السيارات التي تضررت، العديد من المباني التي انهارت، كما نشاهد بفعل قوة هذه الهزة الأرضية. أخبار يتم تداولها طبعا بشكل يعني آني بين المواطنين وليست أخبارا مؤكدة، والأكيد بأنه هذه الهزة الأرضية القوية ستكون لها أضرار على البنيان وأيضا على المواطنين، وسيتسنى التأكد منها طبعا في الساعات القادمة. ستتضح الرؤية لنا وأيضا للسلطات المحلية التي ربما هي على قيد الاشتغال من أجل جرد هذه الخسائر وأيضا تحديد المناطق المتضررة والمنكوبة من هذا الزلزال الذي يشير الجميع إلى أن درجته هي درجة قوية جدا، وبأنه طبعا ستكون لها تداعيات وأضرار